السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ في شك طبعا ان في طرق كتير لتعلم تكنولوجيا المعلومات، لكن انا عندي لكم طريقة شرح سهلة جدا وبسيطة جدا. اخواتي في الله، في الفيديو ده هنتعلم مع بعض كيفية ازالة الاعلانات المزعجة اللي بتظهر فجأة على الهواتف المحمولة او الهواتف الجوالة، وهنقول لها وداعا. وفي نفس الوقت هنتعلم كامل طرق ازالة الاعلانات دي، لان الاعلانات دي عبارة عن انواع كتيرة، منها اعلانات العرض اللي هي الديسبلاي ادز، ومنها الاعلانات المنبثقة. يعني ايه منبثقة؟ اللي بتظهر فجأة اللي هي البوب اب ادز، ومنها كمان في اعلانات الريدايركشنز اللي انا الموقع بيوجهني لموقع تاني خالص بعد ما بدخل عليه. ممكن تكون المواقع دي اباحيه او مواقع مش كويسه او مواقع مشبوهه او مواقع مش هتفيدني، فبالتالي لازم ان انا اتعلم كامل طرق ازاله الاعلانات دي. فتابع الفيديو معانا للنهايه، وما تنساناش بدعم وشير واشتراك ولايك للفيديو حتى ياتيك كل ما هو جديد. طيب، المشكله بقى يا شباب، او طبيعه المشكله عباره عن ايه؟ انت بتفتح موبايلك او الهاتف بتاعك، بتلاقي اعلانات بتطلع لك فجاه، او بتظهر لك فجاه، وتطبيقات بتظهر اعلانات او بتعرض اعلانات وانت حتى مش فاتح التطبيقات دي. طبعا الفيديو ده ليك، وعندي ليك حلول بسيطه وسريعه جدا لحل المشكله دي. طيب، بس لازم قبل ما نخش في حل المشكله نعرف ايه هي الاسباب الشائعه للاعلانات المزعجه، عشان خاطر بعد كده نتجنب الاسباب دي. تمام؟ بعد كده ما نعملش المشكله تاني. طيب، زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا بحمل التطبيق من مصادر غير موثوقه او اطراف ثالثه، اللي هو الثيرد بارتي ويب سايت. انا بحملها من ايه؟ من مكان مش مكانها. يعني لازم احمل التطبيقات من مثلا متجر بلاي ستور او اي متجر رسمي. تاني حاجه ممكن تسبب لي ظهور الاعلانات دي، زي مثلا ان انا بعطي او بدي اذونات لتطبيقات مشبوهه او تطبيقات غير معروفه او تطبيقات ضاره. وكمان ممكن ان انا برضو يعني حاجه ثالثه، ممكن برضو لو انا بستخدم متصفح او تطبيقات ما بتعتمد على الاعلانات بشكل مباشر. في تطبيقات بتعتمد على الاعلانات، يعني علشان خاطر انت تشغلها بتعتمد على الاعلانات. طيب، دي حاجه. طب هنبدا بقى يا شباب نناقش خطوات التخلص من الاعلانات المزعجه او خطوات حل المشكله دي. طيب، اول حاجه ممكن نعملها رقم واحد، ان احنا نعمل ازاله للتطبيقات الغير مستخدمه والتطبيقات الغريبه او التطبيقات المشبوهه. تمام؟ يعني بمعنى ايه؟ اللي احنا اول حاجه بنخش على الضغط او الاعدادات، بعد كده بندخل على، ننزل تحت كده خالص، بنروح على التطبيقات هتلاقيها ابس لو انت موبايلك بالانجلش، ونشوف التطبيق اللي مسبب لنا المشكله ونمسحه. تمام؟ بس ده طبعا الشيء مش عملي. ليه؟ ان انا ممكن يكون عندي مئات التطبيقات وانا مش عارف احدد التطبيق اللي هو مسبب المشكله. فبالتالي هنروح على الخطوه رقم 2 في التخلص من هذه المشكله، وهي استخدام حاجه اسمها جوجل بلاي بروتكت. نخش على متجر بلاي او جوجل بلاي، وبعد كده يا شباب بنضغط على الصوره بتاعه الحساب بتاعي، هندوس قبول، ندوس على صوره الحساب بتاعي. بعد كده نخش على بلاي للحمايه، او اللي هو بلاي بروتكت. تمام؟ وبعد كده هنختار الترس ده ونفعل الخيارين دول، التو اوبشنز دول. لو مش متفعلين عندي انا ايه، باجي افعلهم. تمام؟ من خلال الاعدادات دي انا هتمكن اللي انا احمي جهازي من اي اعلانات جايه من جوجل بلاي ستور، وكمان هيحسن رصد التطبيقات الضاره. يعني حتى التطبيقات الغير معروفه برضو ممكن يحسن هو امكانيه رصدها ويحميني منها. طيب، دي الحاجه التانيه يا شباب اللي احنا ممكن نعملها برضو، آه، خطوه عمليه ثانيه، اللي انا بدخل على الاعدادات، تمام، خاصه بجوجل كروم. بعد كده بختار الثلاث نقاط اللي على اليمين او على الشمال اللي هم هيوصلوني للاعدادات. بعد كده بختار سيتنجز او اعدادات. بعد ما اختار سيتنجز او اعدادات بخش على حاجه اسمها السايت سيتنجز. هتلاقيها لو انت باللغه العربيه هتلاقيها اعدادات الموقع الالكتروني او المواقع الالكترونيه. بعد كده بتروح على ادز اللي هي الاعلانات، لو هي الاود مسموح بيها بتخليها بلوكت، يعني بتمنعها. وبخش برضو غير الادز، تخش على البوب ابس والريدايركشنز. البوب ابس يا شباب يعني الاعلانات المنبثقه او النوافذ المنبثقه، يعني الاعلانات بتظهر فجاه او مره واحده. والريدايركشنز يعني الاعلانات اللي
بتعيد توجيهي او الوقت اللي بتعيد توجيهي لمواقع اخرى ضاره. طبعا لو هي الاود بعمل لها بلوك. طيب دي تاني خطوه. اخر خطوه بقى يا شباب ممكن ان انا اعملها، ودي اهم خطوه في الخطوات كلها، ودي يعني انت بتملك الاعلانات بشكل تام وبشكل نهائي من على الموبايل بتاعك او الهاتف بتاعك. اللي بتخش على الضغط، بتخش على الاتصالات، بعد الاتصالات تدخل على المزيد من ضغط الاتصال، وبعد ما تخش على مزيد من ضغط الاتصال اللي هو مور كونكشن سيتنجز لو انت بالعربي، بتخش على البرايفت دي ان اس، بتختار اسم المضيف وزاره الخدمه دي ان اس الخاص، يعني الدي ان اس، البرايفت دي ان اس بروفايدر لو انت بالانجلش هتلاقيها بالاسم ده، وبتكتب dns.adguard.com زي ما هو مكتوب كده قدامك، وبتضغط حفظ. كده انت منعت الاعلانات بشكل نهائي